مساء الفل. النهاردة 24 رمضان، هنتكلم على لعيب رقم 24. هنتكلم على أوفى لعيب لعب في نادي الزمالك. هنتكلم على عندليب عبد الحليم علي. عبد الحليم علي مواليد سنة 1973 واعتزل في 2009. عبد الحليم علي جه من الشرقية للدخان دوري الدرجة التانية علشان يبقى الهداف التاريخي لنادي الزمالك، وسط عمالقة موجودة في نادي الزمالك: حسام حسن، عبد الحميد بسيوني، ووليد صلاح، عبد اللطيف. عبد الحليم علي خد أفريقيا 2006 مع المنتخب، واخد هداف الدوري موسم 2003 2004، واخد 3 دوري، واحد كاس مصر، واحد أفريقيا، واحد سوبر أفريقي. جه من الشرقية الدخان للزمالك موسم 99 2000. أعلى قيمة سوقية لعبد الحليم علي كان 300 ألف يورو. جايب 110 جون من 276 ماتش، وصانع 28 جون. عبد الحليم علي اعتزل، كان لسه في إمكانه إنه يلعب